إن شاء الله مباراة الهلال والأهلي تكون مباراة على قدر المستوى تلبي طموحات وتطلعات جمهور الفريقين. انتصر الهلال مبروك لنا وهارد لجماهير الأهلي، انتصر الأهلي مبروك لهم وهارد لنا. داير أثبت إحصائية داير حولها لغط كثير في الآونة الأخيرة في عدد انتصار الفريقين كل واحد على الآخر. يتقابلوا الفريقين في 12 مباراة، فاز الأهلي في 5 مباريات، انتصر الهلال في 3 مباريات، ودي بينقصوها الناس بيقولوا مباراتين، لا 3 مباريات، وكان التعادل سيد الموقف في 4 مباريات. الليله اذا انتصرنا عليهم حنوصل للفوز رقم 4، اذا لا سمح الله فازهم حيوصلوا للانتصار رقم 6، واذا تعادلنا حيكون التعادل رقم 5. وعلشان ما يكون كلام ساكت بالارقام، انتصر الهلال في 2001 بهدف ريتشارد جاستن في استاد الاهلي، انتصر الهلال في 2007 على الاهلي القاهري في استاد الهلال ب3 أهداف دون مقابل، احرزهم داريوكان 1، جودوين هدف، وحسن اسحاق كرونجو هدف. وفي 2023 بهدف ليلبو من ضربة ثابتة انتصر الهلال على الأهلي في أم درمان في استاد الهلال الجوهرة الزرقاء ب1 دون مقابل. فللناس المنقصة من انتصارات الهلال عدلوا الإحصائية.